السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعلمكم كيف تسووا سيريلاك حق الطيور، يعني مو حق البشر. أول حاجة نحط ماي نغليه، نولع اوكي. طبعا هذا السيريلاك، براويكم أفضل السيريلاك تشتروه للطيور. ما عليكم الإزعاج من الغلاية. هذا أفضل نوع تشتروه، يكفيكم أكثر من شهر. لو يعني الطير بعده يعني شوية صغير يعني عمره شهر ونص، يكفيكم هذا أكثر من بعد يعني يكبر وهو بعد يكون فيه تقريبا. طبعا هذه العلبة 80 ريال. طبعا أنا هذه هنا حطيت عشان بسرعة يعني. طبعا ما عليكم من الصوت، اختي قاعدة تغني، ما عليكم، أدري من صوتها خايس. غلينا الماي بس ما نخليه مرة مغلي. نقدر ناخذ، شوف نجيب هذه بيالة حقت قهوة، صبيت واجد. نجيب إبرة تغر 10 ملي، أخذنا 10 ملي بنضيفه إحنا. هذا أحسن طريقة ناخذ 10 ملي، لأنه ما يصير إنك تشبع الطير على قده، يعني تشبعه مرة لازم تخليه. هو صح يشبع بس مو مرة تمتلي الحوصلة. الحين بإيدك نظيفة، أوكي، تشوف حار ولا بارد. حار نروح نضيف ماي بارد شوية ونقطر. أخذ شوية ماي، نحط، شوف زي كذا صار حار. طبعا ما يصير لازم حار، لازم يصير متعادل. وحتى لو عاد شوية كان بقى حار، لو شوية بعد كان بارد عادي، أهم شي ما يكون حار. غليته واجد. هذا حار، لازم أقول لكم ما تخلوه حار. دافي بس لازم أنا يعني عشان لا تحرق حوصلة الطير وتسبب لنا مشاكل. بضيف ماي برد.